يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياك الله دكتور. كاتب اصعد يا شيعي، اطرح سؤالك. انت سني ولا شيعي؟ لا، أنا الشيعي. الرسول كان سني ولا شيعي؟ الشيعة هي اتباع للرسول. ما قلت لك عرف لي التشيع، بقول لك الرسول عقيدته مذهبه دينه كان كان سني ولا مسلما شيعي؟ حنيفا لله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم. يعني كان على السنة ولا على التشيع؟ لا، كان مسلما. كان على سنة إبراهيم ولا على سنة علي بن أبي طالب؟ ومن شيعته لإبراهيم. لا حول ولا قوة هسه إلا خلينا بالله. نطرح سؤالنا. انت كاتب مين من بدك شيعتي اطرح سؤالك لإبراهيم؟ يا هو شيعي، خلينا مين؟ اطرح طيب سؤالي. هخليك تسأل. مين من شيعتي لإبراهيم؟ مين من شيعة مين؟ كل الأنبياء هم مسلمون. انت بتقول وإن من شيعته لإبراهيم، مين اللي من شيعة مين؟ ومن أتباع إبراهيم، يعني شيعة إبراهيم، أتباع إبراهيم. تمام. لماذا أنت لا تكن من شيعة إبراهيم وجعلت نفسك من شيعة علي؟ شيعة محمد يا أستاذ. أنت على شيعة محمد؟ شيعة محمد اللي علي بن أبي طالب هو من شيعة محمد. طيب لماذا لم تتبع سنة محمد ما دمت من هسه شيعة أنت قاعد محمد؟ تسأل، لماذا مو أنا تتبع اللي أسأل، سنة أنت أهل فاتح البيت؟ البث لحتى الشيعة يسألون. يا رجل ما في. هنخليك تسأل، بنفهمك دينك لوجه الله، احنا ما بنسألك، بنفهمك هسه أنا دينك لوجه الله لوجه أفهم الله. سؤالي. طيب هات سؤالك. الله يحفظك ويرعاك يا أستاذ. طبعا سؤالنا الأزلي اللي هو في إثبات أصول كتاب البخاري، الملايين من الأحاديث التي كتبها وحفظها البخاري، أين هي آه. يا أستاذ؟ تفضل جاوبني. موجودة في السنن والصحاح والمسانيد والمتون، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، مستدرك الحاكم. مش كل الأحاديث اللي النبي قالها موجودة في البخاري فقط، كل موزعة على الكتب الصحاح التي سبقت والمسانيد. البخاري ما بها 110 ألف حديث، فأين الملايين التي سبق كتبها البخاري؟ البخاري أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ليس البخاري، لكن البخاري لأنه عنده صرامة وعنده منهجية في الجمع والترتيب والتحقيق، لذلك بلغت كتبه كل الآفاق هل قال وطيرها الله البخاري إني كل استخرجت مقام. هذا الكتاب من الكتب التي سبقتني؟ تفضل اعطينا قول إيش؟ البخاري. هل إيش؟ قال البخاري بإني استخرجت هذه الكتاب إيه من من الكتب شيوخه التي الذين سبقتني؟ سبقوه؟ إيه من شيوخه الذين تفضل. سبقوه كان يجمع تفضل الروايات اعطيني أين منهم. قال البخاري استخرجت هذا من الكتب التي سبقتني؟ تفضل اعطيني إياه. تمام، أبشر اعطيني مقدمة تدلل. البخاري في كتاب صحيح البخاري حتى لك نقرأ كلام ما البخاري. طلبت. افصل بقى، ما تتكلم كتير، افصل 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 افصل. يلا تفضل اعطيني مقدمة للبخاري. يعني ايه مقدم؟ يعني انت غيرت السؤال ولا ايه؟ لا، هو نفسيته المقدمة اللي قال بها البخاري أنا أخذت هذا الكتاب من الكتب التي سبقتني. تفضل بهذا اللفظ. موجود الدكتور؟ ايه موجود. يلا تفضل، أنا انتظرك. اعطينا قول البخاري. اهدى يا ابو حسين اهدى. سيبوه يا جماعة، الراجل بتدلل علينا، هو طالع هناك الشريش وانا اعرف كيف افرق الهواء الذي فيه. الصبر بس، الصبر. ايه نزلت والله. شوف يا ضيف، البخاري رحمه الله قال لما طعنت في 18 جعلت أصنف كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. قال وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. هذا ما جاء في سير أعلام النبلاء جزء 12 صفحة 400. ماذا بعد؟ وين قول البخاري أخذتها من الكتب التي سبقتني؟ اعطيني إياه، لحد الآن ماكو. تفهم ولا ما تفهم؟ مقدمة أعيد للبخاري عليك ماكو تاني، كتاب صحيح أعيد البخاري. عليك تاني، أعيد عليك تاني، أعيد عليك تاني، يلا بس عيد ركز عيد. كده، ركز. أنا عارف الشيعة صعب يفهم من أول مرة. قال البخاري لما طعنت في 18، يعني لما وصلت سن 18، جعلت أصنف أي أكتب أي أجمع كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت يعني جمعت وكتبت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
وكنت أكتبه في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. وين قوله الذي يقول أنه استخرج هذا الكتاب من الكتب التي سبقته؟ ماكو، ما استخرج من الكتب اللي قبله. هي كتب أسماء الصحابة والتابعين دول كانوا موجودين فين؟ الكتب اللي قبله، أنت قلت هذا الكتاب استخرج من الكتب اللي قبله. الصحابة وين قول البخاري؟ ما جبت لنا قول البخاري. الصحابة قول البخاري استخرج من زهاء 600,000 حديث. فأين الصرخين؟ ما سمي الصرخ صرخيا إلا لكثرة صراخه على الجسم. انحشرت يا دكتور، نصحك تغلق بس. لحظة. أسماء الصحابة والتابعين دي يا كانت موجودة في الهواء ولا موجودة وين؟ البخاري لا بمقدمة اسمع يلا في أصول. بدأ يصرخ. هذا دكتوركم، شفتوا شلون انحشر؟ لحظة. أين قال البخاري إني لي أصول؟ تفضل. إذن البخاري بلا أصول، فإنه كتاب بالوجادة. إنه كتاب يخالف القرآن الكريم. به لحظة يا رجل، لحظة. أين قال البخاري أنا لي أصول؟ بمزمار الشيطان. يا صرخي، أين قال البخاري الكثير من يخالف ويطعن بالناس. أين قال البخاري أنا لي أصول؟ تفضل جيب لنا المصدر والدليل. خلص، إذن البخاري كتاب بلا أصول. جيب لنا مصدر والدليل. أنت بتقول أين أصول البخاري؟ أنت بتقول أين أصول البخاري؟ أين قال البخاري أن لي أصولا؟ تفضل. هو ما له أصول. شكرا لك. هذا اللي طيب لما هو ما له أصول، أليس من الغباء أن تسأل عن الأصول ما دام ليس له بلا أصول الكتاب؟ إذا صححوا دينكم.